اللي بيضايقني في العمرات وفي الحج هو تذمر بعض الناس من حاجات عادية خالص. يعني حضرتك بتتذمري مثلا من الزحمة او بتتذمري اننا اتاخرنا، وراكي ايه؟ يعني في حاجه في طبيخ في البيت هتروحي تطبخيه، وراكي ايه؟ انت يعني مستعجله على ايه؟ ما نقعد. اسمها حضرتك الاراضي المقدسه، وفي احلى من اننا نفضل قاعدين في الاراضي المقدسه؟ وايه يعني ما تاخرنا؟ ده بيقول لك كل تاخيره وفيها خيره، واحنا هناك في شارع فيصل وفي شارع الهرم عادي. طب انت في الاراضي المقدسه في حاجه اتعلمتها اسمها شرف المكان وشرف الزمان. طب يا رب الزمن يفضل واقف شويه، احنا قاعدين في الاتوبيس طيب وزهقانين ويقف والدنيا ما بتتحركش. احنا مش عايزينها تتحرك، احنا مش عايزين الرحله الحلوه دي تخلص، احنا مش عايزين اليوم يخلص، احنا عايزين نفضل قاعدين. ده شرف الزمان وشرف المكان. يعني ازعل من انه مثلا هو اصلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مش المفروض نقعد نتجادل في حاجات يعني اصل ما جابولناش، اصل ايه ده؟ انتوا فاكرين ده ليه؟ انت فاكره ايه؟ احنا ما بنفتكرش غير حاجه واحده، ان احنا عايزين نعمل طقوسنا على اكمل وجه، عايزين ربنا يقبلنا، عايزين نرجع كما ولدتنا امنا. فانا مش هرجع كما ولدتني امي وانا بتخانق في حاجات ملهاش اي علاقه بالشيء الروحاني الرائع اللي ربنا اصطفاني وجابني عنده. اتخانقي في ايه بقى؟ بتقولوا ايه يا جماعه؟ اللي زعلني انه الحج عرفه، انه عرفه يخلص في كلام فاضي. نعم، ده احنا بنصلي جمع وقصر، ظهر وعصر. تخيلي لما يبقى احنا بنختصر الصلاه اللي احنا اصلا احنا رايحين نصلي وندعي وكده، فاحنا في يوم عرفه احنا بنختصر الصلاه، بنختصرها علشان نفضل الدعاء. فانت بتضيعي، ده احنا قللنا الصلاه، انت بتقللي الصلاه عشان نلت ونعجن، عشان نتخانق، عشان نقول الاكل اصله ما قالولناش الاكل جمبريايه ايه وبتاعي. مش مهم الحاجات دي خالص. انا بلاقي ناس بتتكلم في حاجات، ده اللي بيزعل. والساعه 3 الظهر جات لي مره واحده قالت لي انا حاطه الصينيه على رجلي. قلت لها رجلك صينيه؟ الساعه 3 الحقي، ادعي لاهلك وادعي لمامتك وادعي لنفسك وادعي لاولادك وادعي ان ربنا يرحمنا ويغفر لنا. في رحمات نازله لو ما لحقناهاش عبي، ما تضيعيش الرحمات دي، ما تضيعوهاش. انا لست داعيه يعني احنا ستات على سجيتنا وبنروح، مش لازم تبقي حافظه ولا فاهمه، مش مهم. قولي له يا رب انت عالم باللي في قلبي. اقعدي قولي كده من اول ما تصلي الظهر والعصر قصر وجامع لغايه المغرب، اقعدي قولي كده واغفر لي وارحمني يا رب. يا رب عايزه كل الرحمات اللي بتتنزل، عايزاها جوه قلبي. يعني ايه ترجعي من الحج وانتي لسه مقاطعه اختك او اخوكي وتفضلي على مبدأك؟ اصل انا زعلانه من نعم. اما انت طلعتي تعملي ايه؟ انت بتحجي وبعدين ترجعي برضو على نفس ادائك، مش طايقه الناس ومش طايقه نفسك ليه؟ ما دي حاجه تزعل وتقهر. هو ربنا ما قبلنيش ولا قبلني؟ ونقعد نسال الاسئله دي في البرامج. يا شيخ هو ربنا، اصل انت اللي تعرفي. هو الشيخ هيعرف منين؟ ربنا قبل ولا ما قبلش؟ كل واحد عارف، كل واحد من جواه عارف ربنا قبلك ولا لا. انت اللي هتبقي عارفه، انت الوحيده اللي هتبقي عارفه رجعتي زي ما انت ولا اتغيرتي، رجعتي على نفس ادائك، رجعتي وجواكي شويه غل ومتغاظه من فلانه ومتغاظه من علانه، رجعتوا هتموت على الفلوس وهتموت على الارض وهتموت على المحل وهتموت على ايه ده. احنا بنستغنى، كل ده نستغنى عنه ونرميه ونروح مقبلين عايزين ربنا يريح بالنا ويهدي سرنا ويهدي اللي جوانا ويشيل الغل والحقد والكره. سامحه. انتي طالعه تحجي وانتي كارهه فلان وعلان ومقاطعه وعامله ليه؟ مقاطعه نص اللي تعرفيهم؟ تقطعيش حد. قولي يا رب ارجع بس لولادي، بس ترجعي بقلب سليم. الا من اتى الله بقلب سليم. كل ده ولا حاجه، كل اي حاجه في الدنيا، بس قابلي ربنا بقلب سليم وارجعي بقلب سليم.